إذا الزلزال شعر به، إذا الموتى حوله يموتون، إذا بالفتن يراها حوله. ومع هذا اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. بعض الناس من جهله على باله أن رمضان بالنهار حرام، أسوي معاصي، بالليل حلال. صديقته تتصل عليه بالنهار يقول لها لا ما يجوز أنا صايم. يا أخي شوية نسولف، لا حرام. دق عليه بعد الفطور، على باله بالليل حلال. تلقاه بالنهار ما شاء الله عليه العابد الزاهد، أول ما يفطر يروح السوق يسوي كل شيء، يعاكس، يفعل المنكر، يفعل الحرام. وإذا قلت له يا أخي ما يجوز خلاص فطرنا، يعني شنو فطرت؟ ظن أنه إذا أفطر يفطر على حرام ويفعل الحرام. شوف هذا الرجل تعلق قلبه بامرأة، تبعها، راودها، يعاكسها، يغازلها، شعرت به. يوم من الأيام كان في حي معها بالليل، خرجت فرأته خلفها، فقالت له ما تريد؟ قال أريدك. فقالت له تريدني بالحرام؟ قال نعم. قالت له إذن اذهب فانظر أنام الناس ناموا، دخلوا بيوتهم ما في أحد. فرح الرجل، ظن أنها ستجيبه، خلاص رضت. يقول فذهبت فنظرت إلى البيوت هدأت وسكنت ما في أحد. فرجع إليها قال لها نام الناس جميعا. قالت له متأكد؟ قال لها نعم. فسألته سؤالا آخر، قالت وهل ربنا نائم؟ وهل ربنا نائم؟ فعجب منها، قال إن الله لا ينام. قالت إنه يرانا، أتخاف من الناس أكثر من خوفك من رب الناس؟ يقول فارتجفت وارتعدت من كلماتها وتبت إلى الله. وبعد زمن مات الرجل وهو صالح، فرآه صاحبه في المنام، قال ماذا صنع الله بك؟ قال تاب الله علي وغفر لي. قال بما؟ قال بخوفي منه جل وعلا، بخوفي منه جل وعلا. يقول الشاعر قل للذي ألف الذنوب وأجرما. اللي متعود خلي بدلها، لا تقول متعود أطالع، متعود أسوي، متعود أروح هني، متعود أدخن، متعود ما أصلي، متعود أطالع أفلام وسخة. لا لا لا، ما في شيء اسمه متعود يا أخي الكريم، بدلها من اليوم خلاص. قل للذي ألف الذنوب وأجرما وغدا على زلاته متندما، لا تيأسن من الجميل فعندنا فضل ينيب التائبين تكرما. ترى الله عز وجل كريم. يا معشر العاصين جودي واسع، توبوا ودونكم المنى والمغنما، لا تقنطوا فالذنب مغفور لكم، إني الجدير بأن أجود وأرحما. اللي متعود يعق أبوه وأمه جرب بدلها. لا تقول أنا شيخ مو متعود أحب راسها، ما يصير. شيخ أنا مو متعود أقبل إيدها، تعود. شيخ أنا مو متعود كل يوم أسلم عليها، تعود. شيخ أنا أستحي إذا أبوي ناداني أقول له حاضر يبا، تامرني يبا، مو متعود. تعود من الحين، تعود وبدل هذه العادة السيئة بعادة حسنة. كان أبو هريرة ما يطلع من بيته إلا يستأذن من أمه وهو رجل كبير بالسن، كل يوم السلام عليك يا أماه رحمك الله كما ربيتني صغيرا. كل يوم يدعو لها وهي تقول له وعليك السلام يا بني رحمك الله كما بررتني كبيرا. يقول أحد الشباب كنت متضايق مهموم مغموم، حياتي كلها نكد. يقول وفي يوم من الأيام سمعت أن رمضان سيدخل، قلت إنا لله، رمضان أكره أيام السنة عندي رمضان. صدقون في ناس يكرهون رمضان وفي ناس يحبون رمضان مو على جهة الصلاة والقيام، لا لا، في ناس يحبون رمضان عشان المسلسلات، ينتظر رمضان علشان خيام رمضانية، واليوم الشيشة أكثر من غير رمضان. وأقول لكم مثال، أنا كل سنة العشر الأواخر مسجدين،
سوي خاطرة بمسجد جاب بالشهداء عند البطاقة المدنية، وأطلع أروح المسجد الكبير أسوي خاطرة. أمر على قهاوي بالسوق الساعة 2 بالليل 1 بالليل الثلث الأخير، أمر على قهاوي كل ليلة بالعشر الأواخر بسيارة، القهوة مليانة بالبشر، شيشة، تلفزيون، أفلام ومسلسلات، وبينهم وبين المسجد الكبير خطوات. ليلة 27 كنت أقول لا عاد هالليلة أكيد القهوة بتسكر، أكيد بهالليلة الناس يعني ترجو ليلة القدر. تصدقون بهالليلة القهوة أكثر، الظاهر يتبركون ليلة القدر يروحون يشيشون، عندهم الشيشة خير من 1000 شهر. يا أخي الكريم صلاة حتى في العشر الأواخر، بدل العادة هذه خلاص. وإحنا للأسف طالبنا، واللي عنده يعرف ناس من أعضاء مجلس الأمة، قول له يا أخي إذا ما قدمت اقتراح عطلة في العشر الأواخر عيب عليك، عيب عليك، ما خليته مطبق إلا طلبت اقتراح لها، ما خليته شيء إلا طلبت اقتراح فيه، ما خليته لفة بطلون لها اللفة، سوون لها الصعدة، شيلوها الشيرة، ما أدري شنو سووا، كل اقتراح قدموه. لكن العشر الأواخر نبي عطلة، نبي نصلي مثل العالم. يا أخي روح صل، عيالنا من يوديهم مدارس، وبعض النظار يتعمدون يعاقبون الطالب اللي يتأخر بس بالعشر الأواخر، وكلا ما يدامون إلا بعد صلاة الظهر، لكن عيالنا الساعة 7:30 يطلعون. كأن الأمر عناد في بعض المسؤولين، ولا مبالاة من بعض أعضاء مجلس الأمة للأسف، اللي صراحة لو ذهبوا أدراج الرياح بعضهم غير مأسوف عليه. يا أخي شوف السعودية من أن خلقها الله ما في دوام بالعشر الأواخر. أنا لما قلت لبعض المسؤولين قال ذبحتونا عطلة كلها عطل في السنة، حسبت أمس عطلنا بالسنة كلها الأعياد والمناسبات الشرعية والبدعية 13 يوم بالسنة، كل عطلنا 13 يوم. بريطانيا بروحها الأعياد الطويلة في السنة الدراسية 35 يوم، احنا 13 يوم. لا خلون إيستر، لا عيد الفصح، لا كريسمس، لا 35 يوم عطلهم. وتعليمهم أحسن من تعليمنا بعشرات المرات، تعليمنا تقريبا فاشل. ومع هذا 5 أيام في العشر الأواخر لا ممنوع. واللي ما يداوم يقول لي بعض طلاب الجامعة ليلة 27 عندي اختبار، يتعمدون اختبار في ليلة 27. وإذا قلت له سنة مو لازم سبحان الله، لو كان لأجل حفلاتهم ورقصهم ومجونهم مو لازم دوام، لكن لأجل العشر الأواخر لا مبالاة. نرجع قصة الشاب يقول ضاق خلقي، رمضان أكره أيام السنة. يقول بدأ رمضان وتمر الأيام بضيق في الصدر بهم وغم، يقول ضاق صدري، كثرة المعاصي لم تزدني إلا هما وتعاسة. يقول في ليلة من الليالي في العشر الأواخر، يقول طلعت شفت عند البحر زحمة كبيرة من السيارات صوب البحر طالع. يقول شفت ليش الشارع مسكر، يقول وانا نزلت الجام سألت واحد بالسيارة جنبي قلت ايش صاير، قال الليلة 27. قلت خير، قال هذا المسجد الكبير. واللين انا شو اللي جابني هني؟ يقول لين دشيت بالسيارة مكان زحمة مو قادر اطلع، يقول اطالع واسمع صوت جميل، صوت ندي من المسجد الكبير، ورأيت عشرات الألوف يصلون في الشارع. قلت يا الله، أطفال وشيوخ والجو رطب. قلت هذا شو يسوون؟ أجن الناس بهذا الحر يصلون؟ يقول ما أدري إلا أنني أوقف سيارتي مع الناس. يقول شفت الناس يطلعون من السيارات طلعت معهم ما أدري ليش. يقول فذهبت إلى المسجد وتوضأت، وذهبت إلى الرصيف فكبرت مع الناس وصليت. يقسم هذا الرجل، يقول 23 سنة ما ركعت لله ركعة، 23 سنة ما صليت لله. يقول لأول مرة أصلي في ليلة 27. يقول فصليت فانفجرت بالبكاء والإمام يدعو. يا الله، يقول الشيخ يدعو وأنا أبكي. تعرفون دعاء الشيخ مشاري العفاسي في هذه الليلة الله يحفظه، يقول وهو يدعو
وأنا أبكي 23 سنة ما صليت. يقول وانفجرت بالبكاء. يقول وسجدت وأنا أبكي وسلمت وأنا أبكي.